هلو عاملين ايه؟ النهارده جاي اعمل لكم التمرين بتاع التحرر من التعلق. معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر، وديتوكسين كونسلتنت. هتكلم معاكم بقى عن التعلق، وهديكم تمرين بسيط قوي في اخر الفيديو ممكن يساعدك ان انت تتحرر من التعلق. ايه هو التعلق؟ التعلق هو انه انا ابقى في حياة شخص وشخص في حياتي، واحنا الاثنين مرتبطين، ومجرد ما الشخص ده يتلهي عني بحس ان انا متضايق جدا، وبحس ان انا مش قادر اكمل حياتي. الشخص لو مشي من حياتي ما بقدرش ان انا اسيبه، بفضل الحقه وافضل ادور عليه، ما بقدرش اكمل حياتي. التعلق هو متعلق بشغلانه مثلا، انه لو انا سبت الشغل ده مش هقبض اخر الشهر، مش متاكد ان انا هلاقي شغل تاني، مش متاكد ان انا هعرف ادخل نفس الدخل اللي بدخله لنفسي تاني، مش متاكد ان انا هعرف اعيش العيشه اللي انا عايشها من خلال الشغل ده. فالتعلق هو اي حاجه انت مش قادر تخرج منها او تسيبها. فمن المهم جدا تفهم انت متعلق بايه، وتفهم ان هو تعلق. طب ايه الفرق ما بين التعلق والاحتياج الطبيعي الفطري اللي الناس كلها عليه؟ الاحتياج هو انه انا عارف انه الشخص ده او انه العلاقه دي مهمه بالنسبه لي وبتفيدني وبتحقق لي حبه حاجات انا مستريح فيها، بس انا مؤمن انه لو العلاقه دي انتهت انه ربنا هو اللي بعتها لي في الاول وفي الاخر، فاكيد هيظهر لي حاجه او مصدر تاني غيرها يديني نفس الحاجات دي، لان الحاجات اللي انا باخدها من العلاقه او من الشغلانه دي او من البوزيشن ده في الاخر اللي متحكم فيه هو ربنا، مش اي حاجه تانية. فانا مؤمن ان انا عندي احتياج، مؤمن انه ده احتياج طبيعي فطري ان انا ابقى في علاقه. فانا مؤمن بالاحتياج العاطفي او الاحتياج الجنسي او الاحتياج لمشاركه مع بارتنر، مؤمن بكل الجوانب دي، بس مش متعلق بيها ومش نابعه من الحرمان. يعني مش هموت لو ده ما تحققش دلوقتي، وكل ما بيعدي الوقت مش دماغي مش بتقلقني اكتر انه ده ما تحققش، لا انا عادي ريلاكس، وقت ما ده هيحصل انا عارف انه ده هيفيدني اكتر. فانا بكلم نفسي على الفايده اللي انا هاخدها من العلاقه اللي هتحقق لي او هتملى الاحتياج ده، مش الحرمان ده. فعرفنا الفرق ما بين التعلق والاحتياج الطبيعي. الاحتياج الطبيعي مش بيبقى نابع من الحرمان، الاحتياج الطبيعي زي ما قلنا انا عارف انه ده من حقي ان انا اخده واستحقاقي فيه عالي. التعلق هو ان انا ما اقدرش اعيش من غير ده، انا مش قادره ما اخدش ده، بيبقى نابع من الحرمان. طيب هقول لكم بقى على التمرين اللي ممكن تعملوه عشان خاطر تعالجوا الاحساس بالتعلق، او تحس ان انت بينك وبين الشخص ده مش هتموت من غيره، او الطاقه اللي بينكم مش شديده قوي لدرجه ان انت مش هتعرف تعيش من غيره. اهم حاجه ان انت تبقى قاعد في مكان هادي، بتتنفس كويس، ظهرك مفرود، كل اللي بتركز عليه هو النفس والبريزنت مومنت او الوقت الحالي، انت مش مركز في اي حاجه تانية. ابدأ خد نفس عميق، سبع مرات بتنفس، باخد نفس من الانف وبخرجه من الفم. 4 5 6 7. بعدين اركز على النفس الطبيعي العادي خالص، اللي هو انا بتنفس طبيعي، هفضل مركز عليه. وبعدين اتخيل نفسي انا والحاجه اللي انا متعلق بيها، اتخيل نفسي ان هي قصادي، وان هي حجمها كبير قوي، سواء البوزيشن اللي في الشغل او الهدف اللي انت عايز توصل له او الشخص اللي انت مش عارف تقطع التعلق بيه. تخيل الحاجه دي كبيره قوي، اكبر منك. بعدين تفضل باصص عليها، وهتحس انه في طاقه بينك وبينها، تشانل طاقيه او زي حبل طاقي بينك وبينها. تخيل ان ده موجود، وابتدي واحده واحده شوف الحبل ده بيدوب وبيتفك وانت بتعمل كده، بتقطعه.
ممكن تعمل التمرين ده لوحدك بعد ما اشرح لك التمرين، وممكن وانت بتسمعني تعمل التمرين في خيالك، فهتتخيل انه في حبل طاقي بينك وبين الشخص وانت بتحاول تقطع الحبل ده. بعدين تخيل انه الحاجة اللي انت بص عليها كبيرة دي قوي ابتدت تقل وحجمها ابتدى يقل، يعني هي كانت كبيرة ابتدت تصغر لدرجة ان هي بقت تصغر في عينك قوي، لدرجة ان هي وصلت لحجم النملة في الارض. وانت بتقدم بتبص عليها وانت جسمك وحجمك اكبر منها بكتير، بتبص عليها بتلاقي حجمها صغر قوي، والمشاعر اللي عندك انه عادي مش فارقة معاك، انت حاسس بالرضا وبالاكتفاء، وحاسس انه مش فارق معاك ان الحاجة دي بقت موجودة او ما بقتش موجودة، بس انت شايفها دلوقتي صغيرة قوي. وبعدين ارجع تاني تنفس كل ده وانت مغمض عينك. تنفس 7 مرات. 1 2 3 4 5 6 7. بعدين اتنفس طبيعي خالص. بعدين تخيل تاني الحاجة دي حجمها كبير قوي، او الشخص ده حجمه كبير قوي، او العلاقة دي صورتها كبيرة قوي في نظرك. وبعدين تخيل الحبل الطاقي اللي بينكم وان هو بيتقطع. وبعدين تخيل انه الحجم الحاجة دي بيقل جدا جدا جدا، بيصغر، تشوفه اصغر منك. وبعدين بتقرب للحاجة دي وبتبص عليها من فوق، او الشخص ده او العلاقة دي او البوزيشن ده، بتشوفه ان هو بقى قد كده لحجم النملة، وانت مش فارق معاك وعندك مشاعر رضا انه هو بيختفي من حياتك، بيتحقق او بيختفي من حياتك. بيتحقق ان هو بيخرج، يعني بيتحقق الهدف ان هو يخرج من حياتك او ما يبقاش موجود، او انه مش حاجة كبيرة قوي، انت موافق ان الحاجة دي ما تبقاش كبيرة بالنسبة لك، تبقى حاجة عادية. كرر تاني التمرين مرة كمان. نفس شهيق، inhale in exhale out. 1 2 3 4 5 6 7. أشوف الصورة تاني قدامي كبيرة قوي، وأحس إن الحبل الطاقي اللي بيني وبينها بيتقطع، وأنا موافق، ما عنديش مشكلة إن هو بقطع الحبل الطاقي اللي بيننا. بعدين ببص على الحاجة دي بلاقيها بتصغر لحجم النملة، وأنا موافق، ما عنديش مشكلة إن هي تصغر في عيني، وإن أنا الأكبر منها أو أنا الأعلى منها طاقيا. وبعدين أوافق وأحط شعور الرضا والتقبل، وأتنفس 7 مرات تاني. inhale in exhale out. 1 2 3 4 5 6 7. سرعت شوية في الآخر عشان كنت محتاجة النفس يبقى أسرع، وبعدين اخد نفس عميق وابتدي افتح عيني وابتدي اركز انه اهم حاجة لازم تعرفها عشان تنهي التعلق، انك تعرف ان طاقتك لازم تبقى اعلى من الشيء اللي انت عايزه او عايزه يكمل. لازم تشوف نفسك اعلى من الحاجة اللي انت عايزها. طول ما انت شايف نفسك اقل والحاجة دي اللي هتعملك، طول ما انت الحاجة دي هي اللي هتتحكم فيك، وهتبقى انت تفضل متعلق بيها، وتفضل كل ما تحاول تجيبها تبعد عنك او ما تفضلش موجودة معاك.
مبسوطه ان انا كنت معاكم، يا رب التمرين يكون فاتكم. ولو عايزين فيديوهات اكتر حاولوا تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا شير للفيديو لو استفدتوا، واعملوا كومنتس، انا برد على كل الناس. اشوفكم فيديو تاني، باي باي.